حبايب قلبي صبوحة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. وحشتوني كتير من اخر فيديو عملته معاكم. يا رب كده تكونوا بخير. طمنونا عليكم في الكومنتات. والنهاردة عايزة اقول لكم راجعه لكم بفيديو جديد وتنظيفات جديدة. هنمسك بقى الفرش بتاع الانتريه ده، هنشيله، هنعمل شوية حاجات كده. والستارة، يعني تقدروا تقولوا كده روتين شهري. يعني ايه بقى روتين شهري يا صبوحة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو. بس قبل ما نبدأ مع بعض نسمي كده الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وكمان نسمي كده الله ونقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واللي لسه أول مرة تشوف القناة فضلا الاشتراك من كل أخ وأخت، وكمان لايك حلو كده زيكم على الفيديو. وشكرا لكم جميعا، وربنا يديمكم في حياتي نعمة، اللهم آمين. صبوحة بقى هتعمل ايه النهاردة؟ هتعمل لنا روتين شهري، وده اللي قلت لكم هنتعرف عليه من خلال الفيديو. في حاجات يا جماعة بتتعمل يوميا، وفي حاجات بتتعمل اسبوعيا، وفي حاجات بتتعمل شهريا، وكمان في حاجات بتتعمل سنويا. ايه ده بقى يا صبوحة؟ ده الجدول اللي ان شاء الله لو مشيتوا عليه في بيتكم طول الوقت بصراحة هتخلوا الشقة عندكم زي الفل. الروتينات اليومية دي نظافة يوميا لابد منها، لازم تتعمل في نفس اليوم، لازم يوميا تعملوها كأنه روتين يومي او حاجة متقررة عليك ان انت تعمليها كل يوم. ده عشان تخلي شقتك او الشقة بتاعتك طول الوقت نظيف. وفي الروتين الاسبوعي ده شوية حاجات بتتعمل علشان لما تيجي تعملي الروتين اليومي يبقى انت متأكدة اصلا ان الحاجة عندك من الاساس نظيفة، لان انت عاملاها من اول الاسبوع. والحاجات اللي بتتعمل في الشهر ده بتخليكي متأكدة اكتر واكتر ان في بعض الحاجات لو انت ما عملتهاش كل يوم او كل اسبوع فهي من الاساس برضو نظيفة، لانك عاملاها اول الشهر او كل اول شهر بتعمليها. وفي حاجات اساسية لابد منها ان هي تتعمل في الشقة، وفي نفس الوقت ما بتتعملش باستمرار او كل شهرين، او ما بتتعملش يوميا ولا اسبوعيا ولا بعد كمان كم شهر. يعني دي بتتعمل على مدار شهور طويلة، ممكن تخش في سنة. طبعا بنبقى متأكدين واحنا بنعمل الروتينات بتاعتنا يوميا واسبوعيا وشهريا ان اصلا الحاجات دي اللي المفروض نعملها على المدى البعيد هي معمولة. فلو استمريتي على الجدول ده ان شاء الله باذن الله هتبقي من انظف الستات، وجوزك هينبهر بيكي ويكون مبسوط بيكي، وانت كمان اصلا في البيت هتكوني يعني مؤهله نفسيا طول الوقت ان شقتك نظيفه. انت خلاص يعني حاسه كده من جواكي ان انت ماشيه صح ومظبوط، وان بيتك نظيف بنسبه 100%. فالنهارده هنعمل مع بعض روتين شهري، وطبعا استنوا مني الروتين اليومي والاسبوعي والسنوي عشان تقدروا تفهموا ايه اللي الصبوحة ماشية عليه وايه اللي انا عايزة اوصله لكم. وان شاء الله لو مشيتوا عليه انتوا كمان هتبقوا بنسبة 100% نضاف، او شقتكم نظيفة. واكيد انا مش جاية اعلم حد انه يبقى نظيف في بيته، اكيد انتوا شطار وامارات وسكريات وكل حاجة حلوة وشقتكم نظيفة وانتوا نضاف. بس انا من خلال تجربتي في بيتي بنقل لكم الافكار بتاعتي، او بنقل لكم طريقتي في التنظيف، وعايزاكم تتفرجوا عشان تستفادوا. لو انتوا ما بتعملوش مثلا كده ممكن تكونوا بتعملوا كمان اكتر مني، يعني اشطر مني، وممكن تكون في بعض المعلومات اللي تقدروا تستفادوا بيها مني، ولو معلومة واحدة بس او معلومة بسيطة. فانا بعرض الفيديوهات عشان انتوا تستفادوا، وعلشان انا كمان استفاد. ازاي تستفادي يا صبوحة؟ منكم انتوا كمان، بمعنى ان انا بنقل لكم الفيديوهات من خلال افكاري وتجربتي، وانتوا كمان تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات انتوا ماشيين ازاي، او انا كده صح ولا غلط. ولو عندكم اي حاجة تقدروا تفيدوني بيها تقدروا تكتبوها في الكومنتات. عايزين تعدلوا عليا تقدروا تكتبوا في الكومنتات. عايزين تقولوا لي اي حاجة تقدروا تكتبوا اللي انتوا عايزينه. انا بتقبل النقد وبستفاد منكم، ويا رب كده يجعلنا في حياة بعض دايما نستفاد من بعض. فانا هنا هعمل معاكم الروتين الشهري زي ما احنا كده شفنا مع بعض. بدأت بالكنبة اللي في النص، وبعدين ده كان الشكل النهائي لباقي الكنب. طبعا عشان خاطر ما يبقاش الفيديو طويل عليكم فصورت لكم بعد ما عملت، بس عملت معاكم الكنبة اللي في النص، وعملت الكنبة بعد كده والكرسيين زي ما عملت الكنبة اللي صورتها معاكم. عملت ايه صبوحة؟ ده روتين شهري لابد منه، ان احنا كل اول شهر نشيل المفارش بتاعتنا اللي محتاجة ان هي تتشال.
نشيل الكسوة بتاعة الانتريه تماما عشان تتغسل. نشيل الستاير عشان تتغسل. الستاير كمان بالذات الخفيفة بتشيل تراب، وعلشان لما بنيجي نقفلها بنمسكها كتير، بنيجي نفتحها بنيجي ننشر بنشدها، فتعتبر الستارة الخفيفة أكتر ستارة استخداما. فلازم طبعا خلال الشهر، مش هنقدر نقول طبعا أسبوعيا، هنبقى بنضحك على بعض، خصوصا لو احنا عندنا بيت في عيال كتير، يبقى مادام بنمسكها باستمرار يبقى أكيد كل أول شهر نعمل كده جدول لنفسنا. أول الشهر مثلا لو انتوا حددتوا ان انتوا مثلا يوم 1 أو أول الشهر أو أول خميس في الشهر، على حسب ما بترتبوا نفسكم تبدأوا ان انتوا تعملوا الجدول ده لنفسكم. هتعملوا ايه؟ هتعملوا زي ما انا عملت كده. بدأت معاكم بايه؟ زي ما انتوا شفتوا، مسكت الانتريه، شلت الكسوة بتاعته كلها. طبعا هي معظم الكسوة بتاعتنا بسوست او بتيجي اللي هي جاهزة، اللي هي بتتحط من على الانتريه نفسه من فوق، وفي زي ما عندي كده المخدات الاساسية بتاعت الانتريه والحاجات دي ليها سوست. فكل ده انا شلته. بنبدأ نشيل الكسوة اللي عندنا على السراير، اللي هو الكفر بتاع السراير. بنبتدي نشيل الكفر بتاع الانتريه او الصالون، او لو عندك كفر لكراسي السفرة. كل كفر عندك في البيت تقدري تشيليه كل اول شهر، او كل كسوة عندك عاملاها حماية الانتريه للسرير لكرسي سفرة لاي حاجة لصالون، اي حاجة عندك عامله لها كسوة او كفر تقدري ان انت تشيليها كل اول شهر. بالاضافة الى الستارة الخفيفة اللي دايما بتشيل تراب، او ممكن تكون غامقة شوية او وسخة شوية من مطرح الايد، بنحركها كتير او بنمسكها كتير. لو انتوا عندكم الجناب بتتوسخ برضو بسرعة او بتستخدموها كتير، تقدروا طبعا تشيلوها مع الخفيفة. لو زي عندي كده ما فيش استخدام لها كتير ونظيفة، فخلاص ما تشيلوهاش، على حسب استخدامكم. انا طبعا عشان الاستخدام انا عندي خفيف للجناب او للستاير اللي هي الجناب، انا عندي الاستخدام الاكتر اللي هي الستارة الخفيفة فشلتها. عندي هنا البرقع. ما انصحكوش يا جماعة للي لسه بتوضب او تعمل شقة او اي تجديدات، اوعي تعملي ستارة فيها برقع. طبعا النظام ده قديم ولكن لسه في ناس بتحبه، عشان كده انا بنبه عليه. زي ما انتوا شفتوا كده كنت بنفض البرقع مليان تراب، واحنا هنشيله مع بعض برضو في الفترة اللي جاية. هنا شلت الستارة الخفيفة بوريها لكم، وشلت الكسوة بتاعة الانتريه بوريها لكم. ودي من اوائل الحاجة اللي كل اول شهر لازم نعملها. زي ما قلت لكم الكسوة بتاعتنا والستارة، وكمان اي مفرش عندك، مفرش سفرة، مفرش ترابيزة، مفرش ترابيزات صغيرة او تقاطيع، اي مفرش عندك او مفرش مكتب، اي مفرش بتستخدميه للعفش عندك او للاساس عندك تشيليه على طول، لان ده برضو من ضمن الروتينات الشهرية. المفارش والستاير والكفرات وكل حاجة موجودة عندك لازم تتشيل. شايفين طبعا التراب، انا مسحت مسحة خفيفة كده. البقعة اللي موجودة دي اصلا في الرخامة مش وساخ، بس في تراب كتير قوي عشان جنب الشباك على طول. بس ان شاء الله انا نفضت كده تنفيذة خفيفة، لكن هو مليان تراب. احنا هنعمل مع بعض تنظيفات جاية كتير قوي قوي. انا بس بشيل معاكم الحاجات اللي انا بقول لكم عليها، بحيث ان ده اول جدول معانا، جدول الروتين الشهري. فعشان كده بس بوريكم، انما بعد كده انا نظفت حاجات تانية ورا الكاميرا. تمام. انا بس هنا في نقطة معينة اللي كنت حابة اوصلها لكم النهاردة من خلال الفيديو. وبعدين بعد ما شلت بقى المفارش والستارة والكفر بتاع الانتريه وحاجات كده كتيرة عندي بعملها كل اول شهر، كمان قلت نكنس بقى ايه بالمرة كده قدام الانتريه عشان يبقى نظيف. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، وبتكونوا مثلا بتستفادوا مني ولو بمعلومة صغيرة قد كده. ودايما اقول لكم ان الفيديوهات دي فيديوهات تشجيعية وتحفيزية، وبتدينا كده طاقة ايجابية. ولو احنا كده كسلانين زي ما بيقولوا كده تحدي الكسل، بنستعد من خلال الفيديوهات. انتوا بتتشجعوا بيا وانا بتشجع بوجودكم معايا، وشكرا طبعا لكم. طبعا من ضمن الروتينات الشهرية، لو عندك سجادة مثلا وسخة، عندك مشاية مثلا بتاع الطرقة او بين السراير، او عندك مشاية في المطبخ، اي مشاية او سجادة عندك
ومتوسخة، لو انت عملتيها اول باول كل اول شهر مع التنظيفات الشهرية، تأكدي ان طبعا سجادك او مشايتك هتفضل نظيف. بس انا مع العلم ان انا واثقة ان مفيش سجاد بيتغسل في الشهر، لانه ما بيبقاش لحق يتوسخ قوي، وهيبقى ارهاق اصلا على السجاد. ولكن في كده مكان احنا دايما بنقعد فيه، فالسجادة اللي دايما بنقعد فيها اكيد بنحط عليها كفر، ده اللي ممكن نشيله في الشهر. ولكن اقول لكم ان اكيد السجادة بتاعة الطرقة او بتاعة المطبخ او على باب الحمام، دول اللي اكيد بنعملهم كل اول شهر، لان هم فعلا بيكونوا اتوسخوا جدا جدا. تعالوا بقى نخش كمان على حاجة تاني لازم تتعمل كل اول شهر. في جزء عندنا كده في المطبخ ملهوش استخدام، يعني ما بنستخدمهوش كتير. لو عندك جزء زي عندي ما بتستخدمهوش مثلا كتير بس مكشوف، فتأكد ان هو اكيد مليان دهون، لان طول الشهر ما استخدمناهوش ما غسلناهوش بايدينا، ما تحطش عليه، وده مطبخ فطبيعي ان هو جه عليه دهون. فلو انت عندك الجزء ده مكشوف، تقدر ان انت طبعا ترتبي المكان ده كل اول شهر وتغسليهم، عشان تتأكدي ان المكان او الكوبايات او الحاجة اللي انت شايلاها في المكان المكشوف ده ان هي نطفت من الدهون. لو انت ده كده بالنسبه لي عشان انا عندي جزء مكشوف، فلو انت عندك زي اجزاء مكشوفه، تاكدي انك لازم تعملها كل اول شهر، لان بتبقى مليانه دهون. طيب لو انت عندك الجزء مقفول ومش باين، اكيد الحاجه من جوه نظيفه ما فيهاش دهون، بس اكيد لازم ترتبيها، بمعنى ان انت تنزلي الحاجه بتاعتك اللي في المكان المقفول ده. هتنزلي الحاجه بتاعتك ايا كان بقى، خزين او كوبايات او اي حاجه زي كده، بتنزليها وتنفضي المكان وتمسحيه كده وتلمعيه، وبعدين ترجعي الحاجة تاني على نظافة. لو المكان مكشوف هتغسلي الحاجة دي، عشان طبعا هيكون عليها دهون. فده من ضمن الروتينات الشهرية. غير كده طبعا في حاجات يوميا في المطبخ بتتعمل اساسيات، طبعا انتوا فاهمين وانا فاهمة. احنا بنتكلم من خلال الروتين الشهري، ان انت لو عندك حاجة في المطبخ او جزء مغلق في المطبخ ايديكي مش فيه، لو مكشوف تقدري تعمليه كل اول شهر عشان تمسحي منه الدهون، ولو مقفول تقدري ان انت ترتبيه او تعيدي اعادة الترتيب بتاعه، بحيث ان انت تبقى متأكدة ان هو مفهوش كركبة. مش معنى ان هو مقفول يبقى بنستخدموش، لا، اكيد بتفتحي تاخدي مثلا حاجة من الخزين بتاعك، بتفتحي مثلا تاخدي كوباية لو جه ضيف، الحاجات دي. فممكن من السرعة تحطيها في مكان مش بتاعه، او يصبح بعد الوقت ان هو المكان مش مترتب صح، فنعيد الترتيب بتاعه، وده هيكون برضو من خلال الروتينات الشهرية. فاحنا كده هنا هنقعد كده شوية مع بعض، انا اوريكم الجزء ده كله ملخبط هنا عشان الجزء ده مكشوف عندي، فالازاز كله مليان دهون، ولازم الحاجة دي ان هي تتغسل طبعا. وكمان عندي الجزء بتاع التوابل ده عايز يترتب تماما، يترتب ويتنظم ويتغسل. ماشي. هنا ده جبت بقى الحاجات اللي انا جبتها من المطبخ، وهبتدي ان انا اغسلها معاكم. واحنا بنغسل هنا كده، وهنرجع نرص الحاجة كده على نظافة. حابة اللي وصل معايا بالفيديو لحد هنا واسمعني، عايزة اقول لكم شكرا شكرا شكرا، وربنا يديمكم في حياتي. وما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم، ولو لسه ما اشتركتوش بسرعة بسرعة كده نوروني وشرفوني في القناة. وعايزين نعيد كده مع بعض الجدول الشهري للتنظيف. زي ما قلت لكم هنغسل كل اول شهر الكفرات كلها، ايا كان بتاع سرير، بتاع انتريه، بتاع سفرة، بتاع صالون، نلم المفارش كلها، ترابيزات واي مفرش عندك موجود بتاع مكتب، اي مفرش مع اي كفر او اي حافظات السجاد او مشايات لو وسخة. ولو عندك حاجات في المطبخ عايزة تتعمل، يعني من غسيل سجاد لغسيل ستاير لتنظيف مطبخ لكفرات انتريه او اي حاجة عندك لمفارش، كل ده كل اول شهر اعمليهم. وتأكدي ان انت لو مشيتي على النظام ده كل شهر، بالاضافة الى الجدول اللي هنزله لكم في الاسبوع ويوميا وسنويا، تأكدي ان انت 100% طول السنة او طول حياتك الشقة عندك هتبقى نظيفة وبتتلمع وبتتنضف وهتبقى زي الفل، وهتشرفي نفسك وجوزك وولادك واي ضيف يخش عندك، وانتوا هتكون عندكم طول الوقت طاقة ايجابية للمكان اللي انتوا قاعدين فيه ومستريحين ان هو نظيف. هنا انا برضو بغسل وبلمع المطبخ من بره كمان بعد ما خلصت، وده كان الشكل النهائي، ودي المعلومات اللي كانت عندي. اتمنى اكون فدتكم، وانتوا كمان فيدوني في الكومنتات. وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.